بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس في 128 من دروس فقه السنة النبوية. المحور ديال الله محور المعاملات أحكام وقيم. المعاملات أحكام وقيم. ذي الدرس اللي عندنا هضرت في موضوع المزارعة، الساقي موضوع المساقات. تمهيد الدرس رقم 18، يعني المحور المعاملات أحكام وقيم، الدرس رقم 18، الحلقة رقم 18، ولكن الرقم العام هو 128. تمهيد. أذكركم سادتي بجملة قواعد في فقه المعاملات. القاعدة الأولى: الأصل في العبادة الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. هذا شو المعنى؟ معناه العبادات أريد زارة فنادم أذ يعبد ربي سوين ديننا، يعني أريد زارة فنادم أدي سنلفو العبادة تجلط. لا يجوز أن نعبد الله إلا بما شرع. وقال الجزء الأول من القاعدة. الجزء الثاني ما يتعلق بالمعاملات: الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص، يعني الإنسان يبرم من العقود والتصرفات ما يشاء في مجال المعاملات إلا إذا وجد نصا مانعا. بمعنى المعاملات دير العقود اللي حبيت، العقود والشركات اللي شرحناها في الدروس السابقة، دير واش حبيت. عطالك الشرع ربي سبحانه المجال واسعا لإبرام العقود وإنشاء التصرفات وإنشاء العقود كيفما تشاء، إلا إذا وجدت نصا مانعا. الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. المعنى يزدي المعاملات خدمة شو تبغيض؟ خدمة العقود. ثورة الساقيل يقال العقود الإلكترونية. سابقا ما كانتش تخطر بالبال عقد إلكتروني. الفقهاء يتحدثون عن اتحاد مجلس العقد. راهم في ثلاثة يتلاقاو في مكان، نيغوسيو مفاوضات، يديروا عقد شركة ولا الآن هكذا. ولكن درك ممكن ما يتلاقاوش. انت راك في الجزائر، وانت راك مثلا في المغرب، وانت راك في السعودية، وديروا عقد عن طريق الفايبر، عن طريق وسائل التواصل. المهم الوضوح في الشروط، الوضوح في المعاملة. المهم تكون المعاملة مشروعة، المهم تكون المعاملة مشروعة. ده كان مع انتهاء استثمار الوسائل العصرية. لذلك الفقهاء جابوا قاعدة ذهبية يقول لك: الأحكام تتعلق بالمقاصد، أما الوسائل فلا حكم لها. هذه قاعدة ذهبية. معناه الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد، لازم المقاصد تكون مشروعة، ليجيتيم ليغال، لازم تكون المقاصد شريفة. أما الوسائل فلا، ليس في ذلك حرج. ما أنتجه العقل البشري من وسائل هو حر لتيسير حياته في مجال المعاملات. اتفقنا؟ طيب، معناتها ما يجيش واحد مثلا يروح يصلي الجمعة مور تلفزيون يقول لك الوسائل لا، حضور الجمعة الحضور ضروري، حضور بدني، حضور فيزيك جسدي. ما يجيش واحد يقول لك ندير راديو ولا ندير كاسيطة نتاع الجمعة اللي فاتت ونصلي مور ما ينفعش. لازم الحضور. العبادات
لا لازم كل شيء بما شرع. أما في المعاملات الأمر هو التيسير. المهم القيم تكون مشروعة والمقاصد تكون مشروعة. فغادي شرعنا ربي سبحانه يسهل هذه الأمور العبادات، الأمور المعاملات العبادات ونزمير راه نعرف ربي سويني غدينا. ثورة المقدمة هاكي مازالت فوكا في مجال المساقات. مش معناتها ممكن خونا مثلا عنده حديقة حقل فيها أشجار زيتون، فيها أشجار تفاح، فيها، ولكن هو ما عندوش، ما يعرف، ما عنده الوقت باش يخدم. ويجي خونا يقول أنا خبير فلاح اكسبير ما شاء الله، يقول واش رايك نخدم لك الأشجار نتاعك، ما تموتش الأشجار نتاعك، نخدمها لك، نسقيها، نلقمها، نرعاها، أتعهدها، ومن بعد في الأخير تتفاهموا في البداية. قال مثلا جاب 50 قنطار نتاع الزيتون، تعطيله كيما تفاهمتوا انسان كيما مثلا، ولا الثلث جبتوا 60 قنطار هو يدي 20 قنطار، تفاهمتوا في البداية. ولا جبت 40 قنطار الربع هو يدي 10 قناطر، كيما تفاهمتوا. معناتها انت مستفيد، الاشجار نتاعك ما ماتتش، مثمره الله يبارك، وهو مستفيد، ما يبقاش في يعني عاطل يعمل. هذه اسمها المساقات، يسقيها ويديرها، يتعهدها، يخدمها، يرعاها. انت مستفيد وانت مستفيد والمجتمع مستفيد، لانه تطوير وسائل الانتاج هذا مقصد من مقاصد الدين، وعماره الارض هذا مقصد من مقاصد الشريعه. يجمثنا غيسان في بحيرس التجور، اما ذا زمور، اما في نقلين، اما مثلا دي الصحراء يسعى في زدين تمر يجمثنا. ولكن بهاثوري السين ورسال الوقت يسال الخدمه ثايض ادياس يجمثنا غادي مسفامي ذس اسيني كي ذا فلاح ذنك سنتي سون، ذنك سنتي لقمن، ذنك سنتي خدم كل شيء. ولكن انا مسفهم سي ثوره الخارج الثمره الغلاني اسيف اكني مسفهم قبل، اكني مسفهم الله يبارك. ربح الانسان يربح، باب التجور يربح. اسكي شحال تجور يثمثني فلاحا تجور نسن موثنت سميلاني مغارن تجور خدمنت الله يبارك لقمنت سونت اسمي ديوسا الجيلاكين تورا نورمال يجاثنت ثمور تروح في غرض الفور تجور قورنت ذيني مي الشرع ديقار خدمت ديال شوالاكي خدمت 9 من الاجر ذم قران نتساير ربح تجوريس الله يبارك في بحرسيس الجوجي يكما يربح يخدم ثامو السنييس يبوي الفايده الله يبارك يبوي الغله اكني مسفهما. اما في 3 اما في 4 اما في 5 اكني مسفهما. ولكل كمجتمع نربح الخير يشمد غير المجتمع نربح كن ما نلا ذواقي إذا المقدمة فين يعني الموضوع بس المساقات. ثورة أولا تعريفها، ما معنى المساقات؟ عرفتها في الحقيقة من خلال التمهيد. هو عقد بين المالك يعني اللي عنده أشجار وكذا، والعامل. بمقتضى هذا العقد يلتزم العامل بسقي أشجار المالك وخدمتها وحسن رعايتها مقابل ثمر معلوم أو جزء من المحصول معلوم، مقابل جزء معلوم من المحصول أو من الثمرة أو من الثمار أو من الخارج. وهذا هو التعريف ذي العقد اللي يرسين مدن وقسم المالك ونكسب تجور وكذا، وقسم خدام العامل العقداكي مسفهما يجمثنا خداماكي هذا يخدم هذا يسوى هذا يخدم هكا شويه اقل. من بعد من الميد يفغ الخير ان شاء الله تفضون اكني مسفهما. اما تسلت ناخذ مثلا 30 قنطار يبوي الفايده مسفهما الثلث اش تساوي 10 اش تساوي 20. اما الى العكس اش تساوي 10 تساوي 20 2 تير 1 تير 1 تير 2 تير 3 كار 1 كار 1 كار يعني الشرع شقار سعام الحريه يمو مسفهمنا راه امشي تفضو النص ثبوين 60 قنطار 30 ثبوين 30 قنطار 15 موث مسفهم راه قبل. اذا لم يكن هناك اتفاق مسبق
فالعقد شريعة المتعاقدين يكون تقسيم الثمرة أو الثمار أو الخارج مناصفة. يكفى ثورة نروح الحكم. طبعا الحكم الجواز عند جمهور الفقهاء، عند السادة المالكية وعند السادة الشافعية وعند غيرهم من العلماء، عند الإمام أحمد وعند صاحبي أبي حنيفة إلى آخره. ومن الأدلة المذكورة في هذا الباب حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وقد ذكرناه في الدروس السابقة، وحديث ما العقد اللي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر باش يعني هم ياخذوا أو يعني شطر مما يخرجونه من أرض خيبر، وقد شرحنا هذا الدليل فيما سبق في الدروس السابقة. أركانها، ثانيا أركانها، نصلح الدرس يكون خفيف يعني لن أطيل لأنه فيه كلام آخر سيقال بعد نهاية الدرس. أقول أركانها عندها 5 أركان. كل عقد في الشريعة عنده أركان، لي بيلي، ركائز. الركن الأول العاقدان العاقلان المؤهلان لإبرام هذا العقد. ودائما الشريعة تؤكد على أمر الأهلية، تؤكد على العقل. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف. العقل نسنس ولا غنسن يسيني نسن ذكون وين ثمس فهم ما كون يا ربي يشتر بحظ نكون نربح الأمة تربح والله يبارك. العاقدان. الركن الثاني الصيغة قلنا معنى الإيجاب والقبول. مرسيني مثلا يمثنا المالك صاحب الشجر يسيني ذا مسناو أروح خدم ثلاثة حيرثيو ثمورثيو ساعات جور ساعات نقلين نغ ساعات زمرين نغ ساعات زدين سمر خدميت تساوض ان شاء الله هاي نكتبن انا مسفهم في 3 نغ في 4 انا مسفهم. من بعد وقيب قرص الإيجاب هو الإرادة الصادرة من الطرف الأول بغية إحداث أثر شرعي وقانوني. وجمثنا ويسينا سيني قفلغ وفق يقول كلمة تفيد القبول بفتح القاف لا القبول، خطأ شائع، لا بضم القاف ولكن بفتحها القبول. مرسيني قفلغ وفق أرضير يعني يقول كلمة تفيد الموافقة والقبول. خلاص باقتران الإيجاب والقبول تمت الصيغة وقد تم إبرام العقد. وفي شريعة الله العقود تبرم بألفاظ اللافظين. شفوا عليها اللفظ له وزن في شريعة الله. ربي قال في القرآن في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالدرجة الجزائرية الراجل يتحكم لسانه، أرجاز يتوطف سجيلس، ما شاء ما خذ من الكاغض في الوثيقة، العقد في الوثيقة، ويقول لك الثقة في الوثيقة. وقد قلنا مرارا الثقة ماشي في الوثيقة، الثقة في الثقة. بكري الناس يديروا عقود بلا الكاغط بلا النوتير وعايشين نورمال، وضرك بالكاغط بالنوتير بالشهود. يخرج لك طريق يقول لك ما عجبكش الحال روح لا جيستيس نورمال يمرضك يصنع لك الأتعاب. ماذا حصل؟ هناك اهتزاز منظومة القيم استقبيليث أوال اسميك ساعة غزال إمذان نخدم العقود سواوال أركازيس وطف سكيلس يزرب لي ربي الشاهد نورمال كل يطفق قواليس ثورة غسا السلكة غضي زمرك ينكر أكي يهليك أكي مرمد ذي المحاكم أيغار خطر أوالي روح سوازال. وهذا هو التشخيص الحقيقي للداء. لذلك عنوان هذا المحور المهم اسمه المعاملات أحكام وقيم. هناك أحكام شرعية نعم تضبط المعاملات، ولكن هناك قيم مرافقة لفالور، هناك قيم مرافقة. صيغة. الركن الثالث المحل معناه الشجر. البحيرة نتاعك كي تقول اروح هاي البحيرة نتاعي، هذه هي البحيرة نتاعي، يلا اخدم قشط على يديك والله يعينك وحتخمض في ماني.
وكي المحل معناه ما الأشجار المراد خدمتها، هذا هو تزمرين تزدين تصبر ناشو السائل. ويص 4 اللي هو العمل انت تخدم الشيء المتفق عليه، تسقيها مساقات، تلقمها، وطبعا تلقيم هذا يحتاج الى ثقافه والمعلومات. هذه كان اللي يجيبوها في التجربه. الفلاحين عندنا فلاحين سيدي بروموتور كبار، فلاح ما عنده حتى شهاده ولكن عنده خبره. تلقى واحد عنده انجينيور في لاغرونومي بالك ما يسلكش راسو كيما يسلك راسو هذاك الفلاح لسبب بسيط، عنده خبره. هذا مكان يعرف مما الامور الفلكيه، هذه الاشجار وقتاش تلقمها. كاين وقت لو كانت ما تلقمهاش في هذاك الوقت ممكن الشجره هذيك ما تخرجش مليح وكذا. نعم ايوه فاسال به خبير. ذاك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث تعبير النخيل قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. معناتها ربي قال في القرآن فاسأل به خبيرا ليكسبير، ويقول ولا ينبئك مثل خبير ليكسبير، ويقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكون أهل الذكر؟ هم أهل التخصص أهل الشأن. شفتوا كيفاه؟ هذه كلها موجودة في القرآن وكذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيني أي مثلا الخدمة كان ربي في مسلم خدم. تيس 5 الركن الأخير الخامس الثمار أو الثمر أو الخارج. واش خرج؟ زيتون، تمر واش خرج؟ هذا كله يسمى الخارج. بعدين كي يخرج انتم تقسموه كما اتفقتوا عليه. الخير اللي خرج الله يبارك، تفهمتوا انت تدي الثلث، هو ثلثان هكذا، النص الربع 3/4 كما تفهمتوا. الله يعينكم. اخيرا ثالثا انقضاء المساقات. كاين 4 اسباب الحقيقه. وقتاش ينتهي العقد؟ ينتهي اولا يعني بمضي المده. تفاهمتوا على مده معينه، عام عامين كما تفاهمتوا. انقضت المده ينتهي العقد. لماذا؟ خاطر اتفقتم عندكم عقد، ان كونتر عقد. وربي قال في سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. خدمتك وزعتوا الغله هذيك، مبروك عليكم ربي يعينكم. حبيتوا ديروا التجديد العقد، الله يعينكم. مي كل عقد ينتهي بانتهاء العمل وبانتهاء الزمن المحدد سلفا. السبب الثاني ذا شوث اللي هو ان شاء الله استغزي العمر نقول الموت. ما إلا واحد منكم مات، ولكن في حاجه في الشريعه حلوه. قال كذا كان العامل هو اللي مات، ولاده اذا كان يعرفوا يكملوا، كان لونجاجمون مورال، يقول بابانا كان يخدم حنا نكملوا ما تخافش، ما نخليوش البحيره تاعك في النص. اذا حبوا، اذا يعرفوا، ما يعرفوش يقول لك الله غالب. اللي درت معه العقد انتهى، وينتهي العقد بموت احدهما. واذا كان مول الارض مول الاشجار اللي مات، يجي ولاده يقول بابانا دار معك عقد كمل الله يعينك، يعطوك الضوء الاخضر، يشجعوك. لماذا؟ لانه الشريعه تعطينا هذه الوصايا نتاع الوراثه. ما يديوش غير تريكه يقسموها، ميم لي زونغاجمون، ميم الالتزامات، حتى ولو كانت التزامات معنويه. الشريعه توصي بمراعاه التزامات المورثين المعنويه والقانونيه هكذا. طيب، وطبعا هذه مساله فيها كلام كثير للفقهاء، اكتفي بما استمعتم اليه. ثورة ذا سباغ ثايض اللي هي الفسخ عن طريق الإقالة. بمعنى السبب الثالث الفسخ عن طريق الإقالة. إذا كان شاف مول الأرض، شاف الخدام هذاك ما يعرفش يخدم، ما يعرفش، يقول له يا عجب راك خسرت لي كاع الأشجار تاعي، يقول لك نحبسك ما تعرفش. لازم يكون تعرف. ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت بالنسبة لي خبير، ماذا ما تعرفش نحبسك. يجوز باش يفسخ العقد. لماذا؟ لتخلف شرط أساس من شروط العقد، لأن هناك شرط متفق عليه السلف وهو إنجاز العمل، وهو لا يعرف العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. استقبالي ثقارا يير الشغل يتسقال ذي فافيس. ما ولا مخلوق ركز نور السينار هذه القام نور السينار هذه خدمة جور وكذا سينا خويا تحبصد. أو أخيرا ممكن
العامل هو الذي يعتذر، يقول له كنت صحيح بصحتي ما شاء الله، درك ما نقدرش نحبس العقد، يجوز. وإذا كان خرج الثمرة يقسموها ثم، إذا كان كملها واحد آخر كملها واحد آخر، كمل الخدمة. ممكن هو مثلا الخدمة تاع 3 شهور هو خدم شهر ونص، وجا واحد آخر كمل شهر ونص، في الأخير أنت خويا تعطي له حقه. يجيو الناس اللي يعرفوا الميدان. نرجع أيضا للخبير، دائما الشريعة توصينا بالعودة إلى الخبراء والنزول عند رأي الخبراء، فاسأل به خبيرا. شوف الناس اللي يعرفوا هذه الأمور باش يعطيو له حقه، باش ما ياكلوش العرق نتاعو. والنبي صلى الله عليه وسلم يناد أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، افكاسي وخدام الحقيس قبل تكوثي دييس، باش كل واحد ياخذ حقه. وبهذه الطريقة الشريعة تفرنا كاع مشاكلنا في الحياة الدنيا. إذن محور هذا محور مهم اسمه المعاملات، أحكام وقيم، باش نعرفوا بأن الشريعة بقدر ما يسرت المعاملات، بقدر ما فتحت المجال لإبرام العقود. لماذا؟ لأن الكفاءات راهي مختلفة ومتكاملة، كل واحد يكمل الآخر، ما تلقى حتى واحد يعرف كل شيء. يقول لك مدن سوى ربي قمذن، الكمال لله ونحن نتكامل ونبرم العقود. وقد قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، هكذا نتعاون على الخير. وقد قال ربنا في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نلقاكم إن شاء الله في الدرس القادم تحت بعنوان الربا. الدرس القادم موضوع خطير جدا، الربا مدمر الاقتصاد، الربا مدمر العلاقات، الربا صانع الأزمات عبر العالم. الربا موضوع خطير جدا، هو الذي سندرسه في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.